السلام عليكم. خودي بغيت نتكلم على واحد الموضوع ضرني خاطري. وإلا كنصليو صلاة العصر، نسأل الله عز وجل يتقبلها الجميع في المسجد، وفيه صف واحد والصف الثاني ما فيش 10 الناس. 10 الناس ما كاينش في الصف الثاني، صف واحد كاين، والناس كاملين في القهوة. كتلقى القهاوي عامرين، ومع ذلك تنهضروا حنا على الغلاء، وتنهضروا على الوباء، وتنهضروا على هاد الزلازل، وتنهضروا على هادشي، وما عارفينش حنا هادشي منين جاي. واش عارفين اصلا الصلاة فين مفروضة؟ راه مفروضاش في القهاوي. نسأل الله عز وجل المغفرة. والصلاة تفرضت في السماء، راه تفرضت النبي صلى الله عليه وسلم، راه طلع للسماء، تفرضت عليه الفوق، راه أعظم حاجة، الركن الوحيد اللي ما تفرضش عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، ومع ذلك حنا كنفرطوا فيه. وما نساوش راه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. باش نعرفوا القيمة ديال الصلاة كنجيو حنا كنفرطوا فيها. المسجد حداك كتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، انت ما كاينش. هذا راه مع العصر، وماشي مع الفجار ولا هذه اللي عقول بنادم راه ناعس ولا بنادم خدام الله يحسن العون. لا، ومع ان الصلاه راه ما عندكش تعوض فيها كاع. والقهاوي عامرين، القهاوي بلاصتك ما كتلقاش فين تريح، وكتجي الجامع تلقاه خاويه. بيت الله عز وجل، بيت الله عز وجل راه خاوي، وكنجيو حنا كنبداو نهضروا في شي حوايج خاويين. حنا فين غاديين بهذا الشيء؟ فين؟ وما نساوش ان من علامات الساعه الصغرى الانسان يمر على المساجد ولا يصلي فيها. وما اكثرهم اليوم. كتلقى الانسان كيسمع الناس كتقيم الصلاه، الفقيه كيقيم الصلاه، ومع ذلك تيتم دايز حتى للدار ونصلي. على ما دخلتي صليتي ما شنو يوقع لك؟ راه بيت الله هذا راه 27 درجه كما روى في بعض الروايات. حنا مالنا كنفرطوا في هذا الشيء كامل، ومع ذلك تنلوموا راسنا وتنلوموا بزاف ديال الحوايج. علاش ما كاين هذه وعلاش ما كاين هذه؟ حنا راه كنصحوا، درنا خاطرنا لهذا الدين هذا عندنا، تيدرنا خاطرنا لهذا الدين باش كنهضروا عليه. وما نساوش اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من اعماله الصلاه. الصلاه اول ما يحاسب عليها العبد، راه ماشي جلس في القهوه ولا تبع لي المسلسلات. تلقى راجل بقى كيتبع المسلسلات. نسال الله عز وجل المغفره والتوبه. الله يصلح حالنا يا رب، يصلح هذه الامه هذه. نسال الله عز وجل يصلح هذه الامه. اما راه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. كان خوتي والله الا الكلام ما بقاش كنعرف شنو كنقول. ما سبحان الله، يعني لا اله الا الله. كتلقى المسجد فيه صف واحد راه يضرك خاطرك. صف واحد في المسجد راه حشومه. وفين تبارك الله شحال كاين ديال البشر لا يعلم عدو الا الله عز وجل، ومع ذلك تدخل المسجد تلقاهم خاويين. علاش؟ راه حشومه، والله الا حشومه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.